مساء الفل، اهلا بيكم في حلقه جديده من تحليل على المشي. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ جرعه اوفر دوز يا جماعه من الكوره الجميله بسبب كاس العالم اللي بيتلعب في قطر 2022. حاجه كده كلها مفاجآت وحاجه جميله. تنظيم هايل من قطر، بلد عربي لازم نعملها سبورت طبعا. يعني كل التقدير ليهم اصلا على اللي هم عاملينه، ومتهيألي ان قطر مصعبه او هتصعب الدنيا على اي بلد هتيجي بعدها تنظم، لان هي الصراحه عامله عظمه والله العظيم. وكونها ان هي بلد صغيره وسهل فيها التنقل والمترو فور فري، وانك تقدر تحضر اكتر من ماتش في نفس اليوم، ده الموضوع ده اصلا يعني هيصعب الدنيا بعد كده عامه يعني على اي بلد هتنظم كاس العالم بعديها. بس طبعا للاسف المنتخب القطري فاجئنا بعد كل التجهيزات اللي هم بقالهم كتير بيعملوها، سواء معماريا، ودي ظهرت طبعا حاجه فخمه جدا، استادات وهميه، ملاعب تحفه، شعب مضياف جدا، كل حاجه حلوه جدا. لكن المنتخب القطري ظهر بصراحه باداء ولا اسوأ، وهو اول المنتخبات اللي هتودع البطوله بعد هزيمته من السنغال 3 وبعد هزيمته من الاكوادور 2-0. طبعا بقى هزيمته من الاكوادور، والاكوادور اصلا يعني انا ما كنتش مراهنه عليها خالص، وما كنتش حاطاها اصلا في الحسابات، بس هي منتخب بالصراحه الحصان الاسود، انا براهن عليها انها تعمل بطوله كويسه جدا. مع هولندا هتلعب الماتش اللي جاي، وطبعا يعني انا شايفه ان هم يعني ماتش صعب عليهم يعني، بس مفيش حاجه مستحيله بعد المفاجاه بتاعه السعوديه واللي عملته مع الارجنتين، وانها كسبت الارجنتين في الجوله الاولى 2-1، وحاجه يعني تحفه جدا. و ايفن بعد خسارتها من بولندا ب 2-0، رغم ان ادائهم كان حلو جدا، بس الكره كانت معنديهم، وكان في ضربه جزاء المفروض انها كانت تتحسب لهم، بس معرفش الحكم يعني كان نايم شويه ولا ايه. بس الصراحه يعني هم كانوا عاملين اداء كويس جدا. ده مفاجاه السعوديه برضو، الناس كتير قوي ما كانتش حطاها اصلا في الحسابات ولا كانت مرشحاها، بس لسه عندها امل انها تصعد يعني للدور الجاي. مجموعة ألمانيا وأسبانيا اللي مكلكعة جدا جدا جدا، وتعادل ألمانيا وأسبانيا 1-1 امبارح، رغم فوز أسبانيا 7-0 على كوستاريكا، كوستاريكا، واليابان تكسب ألمانيا في الجولة اللي فاتت 2-1، وده يعني ما كانتش حاجه متوقعه خالص الصراحه. اني المانيا تتهزم من الاول، بس يعني طبعا they are playing politics، والحركه اللي عملوها والكلام ده كله، ده حاجه اصلا يعني انت رايح بلد، امشي بعاداته، امشي بتقاليده، احترم ان انت في البلد دي، وهم ليهم رولز بتاعتهم، هم مش عايزين كذا، هم مش عايزين يدعموا المثليين، هم مش عايزين خمور. خلاص انت مش لازم تتحدى اي بلد عربي وخلاص يعني. انا I was shocked الصراحه، بصراحه يعني جديا I was shocked من مباراتهم الاولى وهم بيعملوا الحركه دي قبل الماتش. ربنا جزاهم بقى ومن افعالكم الصراحه. نيجي بعد كده لمجموعة المغرب. طبعا المغرب اللي عملت مفاجأة امبارح وكسبت، هي دي بقى بلجيكا يا جماعة، يعني احنا نكسبها، مصر تكسبها وديا، ونقول طب يمكن معلش مش بيلعبوا كويس علشان خايفين على نفسهم، علشان كمان كام يوم عندهم كاس عالم وبتاع وكده. المغرب كسبتها امبارح، طب ايه. فبرضو المغرب بصراحة عاملة أداء هايل جدا الصراحة، وعندها فرصة كبيرة قوي إنها تصعد، يعني تصعد بطريقة
هايله يعني لو هتلعب كندا يعني، وكندا اصلا خلاص تقريبا. اول المتاهلين للدور اللي بعده وهي فرنسا. رغم ان انا ما بحبهمش وما بشجعهمش، بس هم اول المتاهلين في مجموعتهم، واول المتاهلين لدور ال 16. عندنا بقى النهارده البرازيل اللي بتقدم يعني عسليات ولعب كده، تحس ان انت ايه ده، ايه يا جماعه الناس دي جايه من فين، من عالم اخر والله. النهارده عندنا ماتش البرازيل، والبرازيل طبعا كسبت الماتش اللي فات، وده الجوله الثانيه ليهم. برتغال كسبت الماتش اللي فات، وطبعا كريستيانو رونالدو اللي حقق مفاجأة وسدد ركلة جزاء، وبكده كريستيانو يبقى وصل لانه اللاعب اللي سجل في 5 نسخ كاس العالم مختلفة ومتتالية. عندنا مين تاني؟ عندنا ايه تاني مفاجآت؟ فكروني كده. تونس ادت اداء بصراحة، كانت ضيعت فوز سهل جدا قدام استراليا امبارح او اول امبارح، مش فاكره بالظبط. وبصراحه خرجت يعني او فرصها بقت قليله جدا. وبصراحه المدرب بتاعهم يعني ما بيهاجمش. انا مش فاهمه يعني، هو انت مكتفي بالنقطه، اديك لبست جون يعني، انا مستغرباه جدا. عندنا مين تاني؟ عندنا الكاميرون دلوقتي شغاله هي وصربيا ومتعادلين 3-3 في مجموعتها، فده حاجه كويسه جدا للكره الافريقيه. عندنا مين تاني؟ السنغال طبعا، انا يعني احتمال جدا يعني الصراع بين السنغال والاكوادور هايل يعني. صحيح السنغال خسرت الماتش الاولاني من هولندا، وانا نفسي انها تخرج يعني، بس يعني هنشوف ماتشها اللي جاي هتعمل ايه. بصراحه كاس عالم حاجه جميله جدا يا جماعه يعني، حاجه حلوه قوي قوي يعني. خدكم بقى من كاس العالم والاجواء والمفاجآت والحاجات الحلوه دي كلها، واروح بيكم لكاس مصر. للاسف ايوه بنلعب كاس مصر. الزمالك تأهل اول امبارح وصعد للدور قبل النهائي علشان هيواجه بيراميدز اللي اتأهل امبارح على حساب البنك الاهلي. والاهلي امبارح تأهل بركلات الجزاء ضد المقاولين العرب. وصراحة كولر كان عامل مجموعة تشكيل غريب، ناس تلعب مش في مراكزها. anyway يعني ده مش البوينت يعني، في الاول في الاخر احنا كل اللي هيهمنا ان احنا نصعد وخلاص، هو ده المهم بالنسبه لنا. فالاهلي صعد خلاص، عايز تجرب بقى وعايز اسمه ايه ده، بس ما بتغيرش 7 مره واحده، ما بتلعبش حسام حسن وينج، ما يعني في شويه حاجات كده يعني 7 تغييرات على التشكيل. طب 3 4 بتاع مش عارفه ايه، كوكا نزل، محمد اشرف انت بتلعب اكسترا تايم وخلصت كل تغييراتك، طب سيب تغيير للاخر. افرض اصلا حارس المرمى اتصاب ورحت لركلات الجزاء، مش هيبقى عندك حد يصد، هنوقف مين؟ رامي ربيعه يصد مثلا يعني كولر انا امبارح ما عجبنيش ادارته للماتش، بس في الاول وفي الاخر هو حقق المطلوب، هو صعد للدور القبل النهائي. هيلاعب سموحه في يناير، والكسبان من بيراميدز والزمالك هيواجه الكسبان من اهلي وسموحه. طيب في احداث كتير قوي بتحصل، انا يعني مش عايزه اعلق عليها الصراحه يعني، بجد مش عايزه اعلق عليها، بس بجد كاس العالم شدد الناس كلها مبسوطه بكاس العالم. مفاجاه بلجيكا دي اصلا لوحدها يعني امبارح ضد المغرب فرحت الناس كلها. السعوديه ضد الارجنتين يعني الناس كلها كانت مبسوطه بيهم جدا. هو ده دي بروين يا جماعه، ده انت بيب جوارديولا هيبهدلك اما ترجع والله. يا دي بروين انت كنت فين يا ابني امبارح؟ ما شفناكش. وهو ده كورتوا احسن حارس في العالم. وليد الركراكي قال لهم هاتوا لي ماتش مصر وبلجيكا عشان اتفرج عليه، عشان اشوف انكل روي فيتوريا عمل ايه وامشي وراه كده اهو.
فمفاجآت كاس العالم تتوالى. النهارده ماتش البرازيل برتغال، هنشوف ايه اللي هيحصل. انا نفسي الصراحه البرازيل تصعد والبرتغال تصعد. لا الارجنتين مش نفسي، يا رب تروح الماتش اللي جاي اصلا. انا مش ميسي بيرسون خالص. اكوادور نفسي انها عملت ماتشين حلوين قوي الصراحه يعني، فنفسي انها تكمل. في كده شويه كام بلد كده يعني انا مستغرباهم يعني. كل التوفيق لقطر في التنظيم وفي بقيه البطوله، وكل التوفيق للمنتخبات العربيه. احنا بنسبورتكم جدا، واشوفكم في حلقه جديده من تحليل على الماشي.